رب اتجوز يا رب، يا رب اتجوز يا رب. انا عايز عريس. علشان تعرف ايه سر القلشة دي، ولو بتحب التاريخ والآثار زي حالاتي يبقى كمل الفيديو ده وتعالى اقولك انا فين. أنا في تاكسلا في باكستان، ودي كانت زمان مركز مهم في الحضارة البوذية. بدأت الراوند بمتحف تاكسلا اللي بيضم مجموعة قطع أثرية بتحكي عن حضارة اندثرت من أكتر من 2000 سنة، والمتحف فيه تماثيل لبوذا وكمان التابوت الحجري كانوا بيستخدموه زمان لحفظ رفات الشخصيات المهمة، ده غير العملات القديمة وشوية جداريات كده الحبيبة. بعدها طلعنا على دهار مراجيكا، ودي كانت محطة رئيسية في طريق الحرير، الطريق الأسطوري اللي كان بيجمع ما بين الحضارات من الصين لحد قلب آسيا. والاستوبة اللي هناك دي مش مجرد مبنى، لا دي بمثابة قلب مقدس، لأنها بتحتوي على رفات بوذا نفسه. والاستوبة عبارة عن قبة ضخمة جدا حواليها في خلايا صغيرة كانت مخصصة للرهبان اللي كانوا بيعيشوا هنا حياة التأمل والعزلة. وواحدة من أشهر القصص هنا هي حجر الأمنيات، واحدة من أهم الطقوس اللي بيعملوها الزوار، ولحد النهاردة بيعتبرها الناس رمز للأمل وبيجوا يتمنوا أمنياتهم. وبعد ما خلصنا الراوند هناك طلعنا على سيركاب، ودي مدينة أثرية قريبة من تاكسلا، واسمها لوحده غريب شويتين، معناه رأس النمر. واللي بيميز سيركاب التخطيط المعماري للمدينة كان معمول بنظام الشوارع الشبكية الواسعة، وده كان وقتها حاجة متقدمة جدا. الرحلة عموما كانت ممتعة، خصوصا وانت بتسمع قصص وأساطير المكان مع المناظر الطبيعية والجبال اللي حواليه. ما تنساش بقى تعمل الفولو علشان في راوندز كتير جاية قريب.